لا يا اخي انا ما استضيف حي الله شاعر، انا شاعر مو معروف اجيبه انا احطه عندي في القناه. من قال لك انه شاعر حي الله؟ ماني عارفه يا شيخ. خل شلون ماني عارفه؟ خل ماني عارفه يا شيخ. خل وش ذا؟ خل ابدي انا. ايش صوت بلا صوت بلا طلع برا يلا سكر الباب. ما بقيت علينا غير مصورين يعلمونا الصوت. المهم خلاص خلي سعد يسوي اللقاء. لا سعد يسوي اللقاء ولا ابغى اللقاء ولا 10 دقائق. ابو سيف انت تورطنا تجيب لنا مدري منين وتعال هذا شاعر وهذا فلان. يا اخي لو ما يقدر ما جاء الرجال، لو ما يقدر ابو سيف ما جاء يعمل اللقاء. انا ماني هاين ضيفك يا شيخ، انا ماني هاين ضيفك، بس لو سمحت تدخل على ضيفك وتقول له توكل على الله. قل له توكل على الله. بروح له لا والله بروح له. ما ادري باخذ اللقاء. ابغيه انا ابغيه. يا مبارك سيف مبارك ايش صوتكم طاير كل يوم؟ لا بس نبغى المخرج شويه يبحث لنا حاجات وتمشي الامور. طرف الصوت هذا ترى الصوت طالع. لا تطفون شيء لا تطفون شيء مبارك ما نمشي لقاء. ها؟ لا تطفون شيء ما نمشي لقاء. لا بنبدا الحين سعد. يلا خلصونا بس وقت ضيق يعني. يا مشعل الرجال طعمك شاعر على الساحه معروف وله جمهور كبير وله مشاهدين. لو انه ماسك شاعر مليون انا ما ابغى اسوي معه لقاء. خلاص خلصنا كذا. الرجال جالس تدري شلون اسوي مع لقاء؟ ما اسوي انا بكيفي، انا مخرج العمل وانا المسؤول عن العمل، هذا الانسان ما ابغاه، انا ابغى ناس. انت ما تبغاه شخصيا ولا ما تبغاه انا ابغى شخصيات بحيث انه يكون شاعر معروف عند الجمهور، ناس تعرفه، مش شاعر جايبين لنا مدري منين وتعال سوى شاعر. وش؟ ماني عارفه يا اخي. وين يعرف الجمهور؟ اذا انت تعرف ترى ما حد يعرفه. هذه مشكلتك اذا ما تعرفه انت. لا مو مشكلة، أنا عارف العمل وعارف التقدير وعارف الشغل. بس مشكلتك إنك ما تعرف الشاعر بعد، هذه مصيبة. أنا ما أبغاه. قل ما أبغاه إيه لكن خلي لا هو لا خلي هي كل العمل يصير فيه دوشه. خليني اشوف هالانسان هذا انا ماني جاي في بيته. انا ما جاي في بيته، لا تردني والله العظيم، والله لا واجه، والله لا واجه، والله العظيم لا واجه، والله العظيم لا واجه. ابو عبد الله تفضل. من هو؟ بيجيك والله جاي والله العظيم والله العظيم والله العظيم والله العظيم لا ادبه قسم بيت الله اقسم لك بيات الله لا ادبه والله العظيم. لا مو فك كاميرا خفيه نمزح ما شفت يا شباب نمزح معه انا بمزح انا لا والله مو مقروع يا ابن عمي مقروع خلاص يا مقروع